السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة ملكة للطبخ. اليوم ان شاء الله راح نديروا شطيحة تاع الجد ليه بطريقة سهلة وبسيطة ونكملوها بالخف. حبيت اليوم ان شاء الله ابتداء من اليوم، مرة اللي فاتت درت لكم فيديو تاع العدس بطريقة مبسطة وسهلة وخفيفة، ما داتش بزاف الوقت وهي الوصفة كيما تعرفوها. واليوم حبيت تاني ندير معكم فيديو شوية قصير على شطيحة تاع الدجاج. الى عجبوكم هادو لي فيديو اللي راني نديرهم خفاف وظراف قولوا لي في لي كومونتير، والله نعاودوا نولوا للقديم اللي نبداو نحطوا الوصفات والمقادير اكسيتيرا. ماذا بيا اليوم ان شاء الله راح ندير معكم كيما قلت شطيحة تاع الدجاج. هذه هي الوصفه. نحطوا كسونه تاعنا فوق النار بهذه الطريقه، نديروا فيها شويه تاع الزيت هكذا، نقلوا الدجاج تاعنا، خلوا الدجاج تاعنا يتقلى هكذا. الدجاج وحده راني دايره غير الدجاج، خليه يتقلى مليح هكذا. هنا الدجاج تاعي تقلى، نضيف له البصل. هنايا عندي كميه من البصل وشويه تاع الثوم. الثوم تاعي راهي مجمده هكذا. نخلي كلش، نخلو هذه البصله والثوم هكذا، نقط هكذا بهذه الطريقه ونخلوها تتغلى. دوكا راح ندير مغرفه تاع طوماطيش تاع لي بواط المعلبه هكذا. عندي هنا الكمون، شويه تاع الكمون. عندي هنا راس الحانوت، عندي الفلفل الكحل، عندي شويه تاع القرفه ماشي بزاف، عندي الفلفل العكري الحلو، وندير شويه الفلفل العكري الحار، والملح لازم هكذا. ونعاود نخلط كلش كما كتشوفوا مليح. هاد الطوماطيش تتقلى مليح باش تنحلها شويه ديك الحموضه هكذا. نقلي كلش بهذه الطريقه يتكتكم مليح هكذا. نزيد نخليها البنه كامل في التقليه. صدقوني الماكله اللي تتقلى تجي بزاف بنينه. هنا بعد ما تقلات مليح نضيف الماء، ولازم يكون الماء سخون. بسم الله، ما تكتروش الماء بحيث ما يطيب الدجاج تاعكم. بهذه الطريقه هكذا. ما تقولوش نسيت الحميصه، انا عندي هنايا حميصه مشمخه وطايبه، يسمى ما نديرهاش حتى في لا ديرنيير مينوت باش نرمي الحميصه تاعي، ونخلوها طيب ومن بعد ان شاء الله نرجع. وهنا قريب الدجاج تاعي راح يطيب. نضيفوا الحميصه اللي قلت لكم عليها راهي طايبه، دوك نضيفها ونعاود نخلط. خليها شويه تعقد تتجمر لي مليح ونطفي عليها. نوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. وهذه هي شطيحه الدجاج تاعنا. شوفوا كيفاش جات خاطره. هاي ليك الله يبارك. طابت دوك نطفو عليها ونحطها لكم في الطبيسي وتشوفوها. وهذه هي وصفتنا تاع شطيحه الدجاج. ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه السهله وشوفوا كيفاش جات خاطره بالبزاف. ماذا بيا كما قلت تجربوها. ولا عجبوكم هادو لي فيديو اللي راني ندير فيهم تقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم.